كامل فيديو اليوم حبيت نهضر فيه على موضوع بزاف ناس يفكروا فيه، بصح قلال اللي يبداو به فعلا. اليوتيوب كاين ناس يشوفوه غير بلاصه للفيديوهات، لكن بالنسبه ليا اليوتيوب يقدر يكون مشروع حقيقي، مشروع يقدر يبدل لك حياتك اذا خدمتي عليه صح. واليوم ما جيتش نقول لك افتح القناه وغدوه تربح الملايين انتي ولا انت، الا حبيت نهضر معكم بصراحه كيفاش تبني قناه من الصفر، كيفاش تخلي الناس تتفرج، وكيفاش في الاخير تقدر تربح منها. اذا كنتي ولا كنت واحد يقول عندي فكره بصح خايف نبدا، ولا نحس ما عنديش حاجه نقدمها، هذا الفيديو ليك انتي وليك انت. اول حاجه لازم تنحيوها من ريسانكم ولا من ريساننا، لازم تكون مشهور باش تنجح، الا ما لازمش تكون مشهور باش تنجح، وهذه اول كذبه الناس تصدقها. كاين ناس عندهم آلاف المتابعين وما يربحوش، وكاين ناس متابعينهم غير حاجه قليله لكن داخلين دخل محترم. علاش؟ لان النجاح في اليوتيوب ماشي بالعدد فقط، النجاح بالقيمه. واش تقدم، علاش الناس تبقى معاك، علاش ترجع لك مره ثانيه، هذا هو السؤال الحقيقي. ثاني حاجه، بزاف ناس يوقفوا قبل ما يبداو بسبب هذه الجمل: صوتي ماشي مليح، شكلي عادي، كاميرتي ضعيفه، ما نعرفش ندير المونتاج، الناس راح تنتقدني. نقول لك حاجه، يوتيوبر كبير اليوم كان مبتدئ امس، وكل واحد ابدا بالصفر حتى اللي تشوفه اليوم احترافي. غالبا اول فيديو تاعه كان كارثه، عادي، انا ماشي مطالب نكون كامل من اول يوم، انا مطالب فقط نبدا. كيفاش نختار المجال؟ هذه نقطه مهمه بزاف. لا تفتح قناه على حاجه فقط لانها ترند، مثلا تشوف جيمنج طالع ولا فلوج طالعين قول ندير كيفهم. سؤال: بعد 6 اشهر تقدر تبقى تهدر على نفس المجال ولا لا؟ اذا لا تختاره. اختار حاجه عندك معها واحد من ثلاثه: الشغف، الخبره، الفضول الكبير. مثلا تحب الطبخ، افتح طبخ. تحب الميزانيه والمال، افتح على التوفير. تحب الالعاب، افتح جيمنج. تحب الذهب، الاسعار، الاستثمار، حتى هذا ممتاز. نصيحه نادره تسمعيها: ما تبداش بقناه عامه بزاف. بدل نهدر على كل شيء نقول نساعد البنات ينظموا ميزانيتهم، او نعلم الطبخ اقتصادي، ولا نهدر على الذهب والاستثمار للمرأة الجزائرية. كل ما كان واضح كل ما اليوتيوب فهمك اسرع. الان نجي للسؤال: باش نصور بماذا اصور؟ بزاف ينتظروا حتى يشرو كاميرا كاليتي تاعها تكون طالعه. خطا. اذا عندك هاتف يصور واضح ابدا به. الناس تظن الجوده تساوي الكاميرا، لكن لا، الجوده الحقيقيه هي صوت واضح، اضاءه جيده، محتوى مفيد. انا شخصيا افضل فيديو بصوت نظيف ومحتوى قوي على فيديو ربعكه وممل. نصيحه قويه جدا: الصوت اهم من الصوره. احيانا الناس تقدر تصبر على الصوره متوسطه، لكن الصوت السيء تخرج مباشرة وما تقدرش تقعد حتى دقيقة. إذا تقدري استثمري في ميكرو صغير مستقبلا. الآن نجي لأهم شيء: الفيديو الأول. بزاف يعلقوه هنايا، يبقى مازال ما صورش، مازال نحضر، مازال نفكر، عام كامل راح. اسمعي مني مليح ولا اسمع مني مليح، الفيديو الأول عمره ما يكون كامل. صور ونشر، تعلم من الطريق. الآن سر من أسرار اليوتيوب: أنت لا تنافس الجميع، هذه مهمة بزاف. في البداية كنت تظني لازم تكون الأفضل من كل الناس، لكن لا، لازم فقط تكوني مفيدة لشخص معين. إذا ساعدتي ولا ساعدت 100 شخص بصدق، هؤلاء 100 شخص يقدروا يجيبوا لك حتى 1000 شخص، وهؤلاء 1000 شخص يجيبوا لك حتى 100,000 شخص. الموضوع مهم جدا، هي الصورة المصغرة زائد العنوان. هنا الحرب الحقيقية. عندك أفضل فيديو في العالم، محتوى تاعه يكون شباب بزاف، وصورة المصغرة تاعك ضعيفة، ما تا واحد ما غاديش يضغط على الفيديو تاعك. فكر هكذا: انت تمشي في اليوتيوب وسط 20 فيديو، علاش تضغط على فيديو دون غيره؟ فضول. العنوان لازم يخلق سؤال. مثلا بدل نصائح اليوتيوب نقدر نقولوا: لماذا 90% يفشلون في اليوتيوب؟ كيف ربحت اول $100 من اليوتيوب؟ اخطاء تمنع قناتك من النمو. هذه امثله فقط. هذا يجلب فضول بزاف. نصيحه ذهبيه: لا تبيع الوهم. الناس الذكية إذا قلت أربح مليون في أسبوع، في البداية ربما تضغط، لكن إذا محتواك فارغ ما يرجعوش لك أبدا. ابني الثقة، ماشي كليك بيت فارغ. نجي للجزء اللي كامل يسأل عليه: الربح من اليوتيوب. بزاف يظن الربح ادسنس فقط، غلط كبير. الربح من اليوتيوب عنده أبواب كثيرة: الإعلانات، بيع منتج، خدمات، براند ديلز. مثال: عندك قناة طبخ تقدري تبيعي فيها، قناة تعليم تقدري ديري كورسات،
قناة الذهب، تقدر ديري اي حاجه، يعني قناه تقدر تولي بزنس كامل. وهنا نجي لنقطه مهمه جدا جدا، عامل قناتك كمشروع مش هوايه فقط. واش يعني؟ اسالي واش يحتاج الجمهور، واش الفيديوهات اللي نجحت فيهم علاش هذا ما خدمش، وكيفاش نبدله باه يولي يخدم مليح، كيف نطور القناه تاعي. صانعه محتوى ناجحه هي مبدعه زائد محلله. نصيحه ما غاديش تلقوها بزاف في القنوات اللي تعلمك كيفاش تفتحي قناه في اليوتيوب، هي المي تقرا الارقام ولكن ما تعديهاش. كاين اللي ما يشوفش الناس بشر راهم يتابعوا فيه، كان يشوفهم غير ارقام، طلعت لي 1000 كا يشوف غير ديك الألف، 100,000 يشوفها غير ارقام ما يشوفهاش عباد. اناليتيك مهم بزاف. شوفي CTR واتش تايم ريتنشن، اذا الناس يخرجوا في الدقيقه الاولى اسالي علاش. المشكل غالبا هي البدايه. اكبر خطا عند المبتدئين المقدمات الطويله، سلام اليوم راح نهضر كذا كذا، ما تطولوش بزاف، ادخلوا مباشره في القيمه. اول 15 ثانيه. اول حاجه نفسيه، وانا نشوفها اخطر شيء. ماذا لو ما نجحتش بسرعه؟ هنا الاغلبيه يوقفوا. اول شهر 20 مشاهده، ثاني شهر 50 مشاهده، ثالث شهر 100 مشاهده ويقول فشلت. لا، انا ما فشلش، انا في مرحله البناء. شجره الفاكهه ما تعطيش ثمار يوم الزرع. لا تربطي قيمتك بالمشاهدات، مره الفيديو يتفجر مره لا. حتى الكبار يصرى لهم هكذا، كبار الفيديوهات هذوك تاع كبار اليوتيوبرز. كونسيستنسي اهم من الحماس المؤقت. شيء اخر، ما تقارنش البدايه تاعك بمنتصف طريق شخص اخر ولا واحد اونسيا في هذا اليوتيوب. تشوف قناه عمرها 7 سنوات تقول انا ما نقدرش، اكيد لا. اذا قارنت هكذا قارن نفسك بنفسك فقط. خليني نقول لك حاجه من القلب، يمكن عندك علم، تجربه، فكره قادر تغير حياه انسان، لكن اذا بقيت ساكت ولا ساكتة العالم لن يستفيد. أحيانا فيديو اللي تشوفيه بسيط جدا هو سبب في تغيير شخص كامل. ما تحتقري ما تعرفينه. هل لازم تنشر كل يوم؟ لا، الاستمرارية أهم من الكثرة، والجودة أيضا. ديري فيديو في السيمانة خير من ديري 100 فيديو في سيمانة وما هوش شباب وما يجيبش المشاهدات. أفضل فيديو واحد ممتاز أسبوعيا على 7 فيديوهات أضعاف. نصيحة متقدمة، الصنعي مكتبة محتوى. كل فكرة تجيك اكتبيها، العناوين، الأسئلة، المشاكل الناس، بهكذا ما تبقايش كل مرة واش نصور اليوم واش ندير تلفت لي أفكار راحوا. إذا أردت النجاح تعلمي ستوري تيلينج. الناس تحب القصص، حتى لو عندك معلومة عادية إذا قدمتيها كقصة ريتنشن يطلع. مثلا بدل ادخر المال قولي كنت تظن 7 ملايين تكفيني حتى اكتشفت وين كان يروح المال تاعي. الفرق هنا كبير. واخيرا اذا كنتي تنتظري اشاره ابداي من ضرورك. اعتبر هذا الفيديو نقطه بدايه. ابدا حتى لو بخوف، لو بتردد، حتى لو بامكانيات بسيطه. ابدا برك، بعد سنه تقدر تشكر نفسك لانك بدات يوم، او تندم لانك اجلت مره اخرى. القرار عندك. شوفوا اخواتاتي، كيما انا كانت عندي صارت لي قصه بزاف كبيره حول هذا اليوتيوب، حتى فقدت الامل وقلت ما غاديش نزيد نحل. كانت عندي قناه حليتها منذ 4 سنوات، كانت تتكلم على الحديقه وكيفاش تعتني بالحديقه، السماد كذا كذا لمحبين الحديقه. ما كانوش عندي لي زابوني بزاف وقعدت 4 سنين، ولكن الحقيقه انا ما كنتش نحط بزاف، حتى الخلفيه ولا الصوره المصغره ما كانتش شابه بزاف، ما كنتش نعمل هاشتاغات، ما كنتش ندير عنوان يجلب. ومن بعد كينا غلقت هذيك القناه وحاولت نحل قناه اخرى ونخير كما نقولوا حنايا موضوع يكون يهمني انا نكون انا نعرف نهضر فيه، واللي هو الذهب والاستثمار والمشاريع وهذيك الامور. حتى عندي انا جانب من لي فلوغ والروتينات، بصح ما نحطش عليهم بزاف. مادام اليوتيوب لقى المحتوى تاعي والطريق تاعي اللي نتمشى فيها اللي هي الادخار والاستثمار والذهب، يجيب لي المشاهدين حول هذا الموضوع. لو كان نبدل ولا ندير لي فلوغ ولا قادر تحبس لي القناه تاعي واليوتيوب ما ينشرهاش بزاف. اذا وصلتوا لهنايا وفادك الفيديو قولوا لي في التعليقات لو فتحت قناه يوتيوب على ماذا ستكون. حابه نقرا الافكار كامل تاعكم. اذا الفيديو فادك لايك واشتراك باش نكمل المحتوى لكم اكثر. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.